تخيل معايا كده يا صديقي تكون أسطورة العصر والمقاتل الأعظم، الأسطورة الخالدة اللي أخطر منظمات الظلام تترعب من حضورك، بس فجأة وبدون سابق إنذار تختفي من غير أي أثر، وكل الناس قالوا إنه خلاص راحت عليك، وظهرت إشاعات من كل ناحية عن سبب اختفائك، بس ترجع من تاني بعد سنين طويلة، بس المرة دي كشاب عادي، وتعلن للمرة التانية لكافة سكان العالم مدى جبروتك وعظمتك، وإنك بالفعل أسطورة لن تتكرر. فركز معايا كده يا صديقي عشان جايب لك حكاية النهاردة ميكس من الفخامة والروقان. فقبل ما نبدأ ما تنساش يا صديقي الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن فلنبدأ في سرد أحداث رواية الأسطورة الغامض زيرو. في يوم عادي في واحدة من المدن الصينية بيظهر وحش مرعب في المدينة وبيحرق البيوت وبيسلب أرواح الناس. بدأ في الهجوم على المدينة وكل الناس بتهرب ومش فاهمين ايه اللي بيحصل هنا، والوحش نازل ضرب وتدمير وسفك دمائهم من غير رحمة، والشرطة بيهجموا عليه بس لا حياة لمن تنادي. وفي الوقت ده بتكون المدينة اتدمرت بالكامل من ملك الشياطين وأعوانه، والمجرمين في الوقت ده استغلوا الفوضى دي وزودوا الطين بلة أكتر من اللي هي فيه، والناس كلها خلاص فقدوا الأمل في الحياة واتأكدوا إن دي النهاية فعلا. بس لا والله، في اللحظة دي بيظهر المقاتل الأسطوري صاحب القوة والحضور الجبار. نحن نتكلم عن أسطورة العصر زيرو، وبيمسك الوحش وبوم بيفرتكه وبيخش على اللي بعده وبيجيبه من الأرض واحد ورا التاني، وبيخلص على كل الوحوش الضعيفة في المكان، وبيدخل على زعيمهم ملك الشياطين وقائد التنانين بيجهز هجوم ناري مرعب جدا وبيهجم على زيرو. بس على مين يا معلم؟ بيطير عليه وبوم طريق السلامة. انت لا شغل فاخر من الآخر يا عم زيرو. وهكذا أنقذ البطل زيرو العالم من الهلاك. وتعدي الايام وتفوت الشهور، وبعد مرور 5 سنين بنشوف الشاب ده واللي اسمه لين، وبيكون واقف في المدينه وبيقول انا البطل اللي انقذت العالم، وحتى لحد دلوقتي بيتكلموا عليا وبيجيبوا سيرتي في الشوارع، وكل الناس اللي واقفين دول بيتفرجوا على سلسله الافلام ال5 واللي اتعملت عني وبتحكي قصتي. بفكر اني اعرف العالم حقيقتي وان البطل اللي انقذتهم زمان، وعلى الاقل ارتاح من اختي الفقريه وزنها اللي بيوجع الراس كل شويه ده. ايوه يا صديقي، ده هو بطلنا الأسطورة زيرو، واللي اختفى فجأة بعد الحرب الأخيرة وقرر خلاص إنه يعتزل ويرتاح. وبنعرف إن أخته طردته عشان يروح يدور على شغل، وفي الوقت ده بيشوف البنات دول متجمعين كلهم قدام المسرح اللي عليه الولد ده، ويعتبر واحد من الأبطال المزيفين اللي ظهروا بعد اختفاء زيرو، وكمان بطل من الرتبة التانية وفرد من عائلة شين القتالية. والولد بيتكلم وقاعد يفخم في نفسه حبتين 3، فلين بيقرب منهم عشان يسمع هما بيقولوا ايه، وفجأة بيطلع مجرم هربان من العدالة وبيضرب عليه نار، بس الولد بيتفاداها، واللي ضرب النار ده بيكون مجرم هارب من عصابة الرداء الأسود وجايب رجالته معاه وبيقول لشن اتشاهد على روحك يلا عشان هموتك هنا ودلوقتي. بس في لمح البصر هوب الأسلحة بتختفي من ايدهم، وشن بياخدها وبيقول لهم ايه يا رجالة بتدوروا على حاجة؟ فبيغضبوا جدا والرجالة بيهجموا عليه كلهم، بس اصحاب شن بيهجموا. الأول بيكون مستخدم سلاح النار وبيدق اللي قدامه، اما التاني بقى فتحسه شفاف محدش بيقدر يلمسه وبيكسرهم في لمح البصر بقدراته الكهربائية. وكده رجالة الرداء الأسود كلها وقعت وما عادش فاضل غيرك يا معلم. شين بيقول لاصحابه اوعوا حد يتدخل، ابن الهرم ده هخلص عليه بنفسي. والمجرم بيدخل عليه ضربات يمين شمال شمال يمين، وشين بكل براعه بيفاديه وبيستفزه بالكلام وبيقول له ها هو ده اخرك ولا ايه؟ فالراجل بيغضب اكتر بس اخرك فاضي يا بيه، هي كام ضربه وشين بيجيبه تحت رجليه وبيقول له ما اشوفش وش امك هنا تاني. فالمجرم بيقوم وكان هيهرب، بس على فين يا معلم؟ لين بيحط له كلبش في رجليه ومش هتمشي من هنا غير لما الشرطه تيجي. فالمجرم ساعتها بيتوتر وبيفتكر الحديث اللي ضرب بينه وبين شين امبارح، وهنا كانت الصدمه الكبرى. ده بيطلع شين هو اللي استدعى العصابه دي وخلاهم يمثلوا الحبتين دول عشان هو يفرد نفسه قدام الناس ورتبته تزيد. حتى الابطال ما فيهمش حد صالح وكله بتاع مصالح. والمجرم بيقول لنفسه هو معقول يكون شين كان بيضحك عليا وبيسلمني للشرطه ولا ايه؟ فبيغضب جدا وقوته بتزيد لدرجه مهوله وبيتحول لوحش مرعب بكل معنى الكلمه. وشين واقف ومرعوب جدا وبيقول له يا عم والله انا ماليش دعوه ما اعرفوش صدقني، وبيلحقش يكمل كلامه بوم زعيم العصابه بيديله واحده بتكسر عظمه وبيجيبوا الارض مذلول. فلين حرفيا مبهور من قوته وبيقول ده الاشرار اتطوروا خالص اهو. والعيال بيشوفوا
بيشوفوا قائدهم مرمي على الارض ميتان، فبيقولوا احنا مش هنسيبه يتهان قدامنا بالشكل ده. تخيل انهم هيعملوا اي كلمه من اللي قالوه ده يا صديقي. لا والله الشرير بضربه واحده بينيمهم جنب صاحبهم. يلا على الاقل بقى يداووا جروح بعض. والوحش بيلف اللين بس بيلاقي الشاب ده قدامه وبيتحداه قدام الكل وبيقول له انت مادام عامل لي سبع البرومبا وجاي تستقوى على عيالها فقد زيهم، تعالى لي وريني نفسك يا روح امك. وبيفضل بيتكلم بكل فخر كده وهو اصلا بطل كحياه من الرتبه ايه واسمه زي، وشكله كده واخد مقلب في نفسه جامد يا صديقي. فالمجرم بيقول له ما عنديش وقت اضيعه مع هفق زيك يلا، ده انت رتبه من الرتب السفلى يعني. فبيستفزوا الكلام وزي بيفعل قوه القفازين اللي في ايده ولسه هيطلق فبيطير نفسه في سابع سما. يا خيبتها امال عامل فيها شبح ليه من الصبح. فلين بيروح له وبيطمن عليه فبيقول له ما تقلقش، وبعدها بيقوم تاني وبيترمى في صندوق الزباله. بس لو ما بيهمتش وبيحاول اكتر من 10 مرات وفي كل مره بياخد على عينه وبيترمى في الارض. ولين كان بياكل ايس كريم ومستمتع باللي بيحصل على الاخر. فالمجرم بيقول خلاص بقى انا جبت اخري منك. ولين بيحصر زي وبيقول له انت لو خدت الضربه دي هتموت. فالطاقه المظلمه بتنتشر من جسمه وبتخرج من المجرم هاله مرعبه جدا. بس زي بيقول للين اهرب انت، انا بطل والابطال ما بيستسلموش ابدا. الكلام ده نزل على لين ليذكره ببطلا كان يلفظ دائما بمثل هذه الكلمات في الماضي. فشغفه بيرجع له وبيتقدم على الوحش بسرعه، وزي كان فاكره شاب عادي ما يعرفش انه غشيم ومفتري. هي واحده بالمرزبه فوق دماغه بتجيبه الارض. عظمه يا زيرو والله. وزي بعد ما شاف قوه لين راح عند رجله وفاضل يترجاه عشان ينضم ليه. انضم ليا بس واحنا يا عم صندالي هنكسر الدنيا، انا وانت هنكون الفريق الاقوى في هذا العالم. قال له يا عم حل عني انا مش بتاع الكلام ده. ولسه هيترجاه فجاه بتوصل العربيه دي على مكانهم وبتنزل منها البنت الاموره دي واللي اسمها هنا وبتلمح زي ولين من بعيد. فبتروح ولسه تسالهم ايه اللي حصل هنا. فالولد زي بيفرح جدا وما صدق انه شافها وبيطلب انها توقع له هنا. فبتقول له طب يا عم ما تحكي لي الاول ايه اللي حصل وبعدين اعمل لك اللي انت عاوزه. فبيقول لها اقول لك بقى انا البطل كنت معدي بالصدفه ولقيت ابن الهرمه ده داعي كل الابطال في المنطقه ومحدش قادر عليه، بس هل أنا ضعيف وجبان زيهم؟ قطعا لا. دخلت مع الشرير في قتال دامي جدا وما خليتش حد يموت وانقذتهم، وطبعا مساعدي كان ليه دور صغير في ده. وبيبص جنبه على لين وهوبا لين فص ملح وداب. وبيمر الوقت وبيجي الليل وبيرجع لين لبيتهم، وقبل ما يحصل عتبة الباب بيلاقي القادرة سحل الراجل المحترم ده ورميها بره البيت زي كيس الزبالة بالظبط. ولين بيدخل لاخته اللي اسمها لينا وبيقول لها الواد ده ضايقك تاني مش كده؟ انا هديله علقة خليه يحرم. فبتقول له يضايق مين يالا؟ ولا انت ولا هو ولا كتيبة من امثالكم تقدروا تعملوا معايا حاجة. فبيقول لها لا طبعا. واضح كده ان لين مسيطر على الاخر يا صديقي. وبعدها لينا بتفتح معاه موضوع الشغل وبتقول له صحيح انت عملت ايه في موضوع الشغل اللي قلت لك عليه الصبح؟ فبتلخبط في الكلام وبيقول لها والله يا اختي دورت كتير جدا لحد ما صابعي اتكسرت وغلاوه امك ما بكدب. فبتدي له علقه وبتقول له معاك يومين تتصرف فيهم وتكون في شغلانه محترمه ولا انا هشغلك بمعرفتي ويا ريتك زي زيرو حبيب قلبي البطل. فلين بيقول لنفسه ياه لو تعرف ان انا زيرو نرتاح بقى. بس لا هي دي تسكت ازاي؟ بتتخانق معاه تاني وبتقول له انا بس نفسي افهم بتقعد طول النهار بتعمل ايه؟ ده لو اوضتك نظيفه وهدومك مترميه في كل مكان حتى الاطباق ما بتتغسلش، انا بجد مش مستحملاك. فلين بيقول لها ده انا ابويا وامي ما كلمونيش بالاسلوب المنحط ده قبل كده، وبنعرف ساعتها ان اهلهم ماتوا من 10 سنين في حادثه بشعه. وفي الوقت ده بيدخل عليهم زي وبيقول لينا هدي نفسك شويه انا من منظمه الابطال وعاوزين اخوك يشتغل معانا. فالبنت ساعتها فرحت جدا وعينها لمعت قوي يا صديقي. فبتقول له موافقه يا باشا. ولسه لينا يعترض فلينا بتقول له ايه اوعى تكون عاوز تعترض، هتوافق يعني هتوافق، خده معاك يا عم زي ومن دلوقتي اهو. وبعدها بيروحوا يسجلوا في جمعيه الابطال وبيلفت نظر لين تمثال زيرو وان حواليه كام بطل كده. فبيسال زي هم مين اللي جنب زيرو دول؟ فبيقول له انت مش عايش ولا ايه يا ابني؟ دول زمايل زيرو اللي وقفوا في ظهره وساعدوه ينقذ العالم. صدمتهم بكل المقاييس، انا ما افتكرش ان في حد ساعدني وقتها، انا هزمت التنين والوحوش كلها لوحدي. اكيد في ان في الحوار ده واكيد في غايه انهم يزوروا التاريخ بالشكل ده. وزي بياخدوا عشان يسجل، واول ما بيدخلوا غرفه الاختبار بيتصدموا حرفيا. ايه ده؟ وحش كاسر، دبابه حربيه حرفيا يا جدعان. فموظفه الاستقبال بتتكلم وبتقول لهم ده السيد تيان وهو اللي هيعلمكم الاختبار، وخدوا بالكم اهم حاجه تحافظوا على حياتكم. فالمعلم تيان بيقول شروط النجاح هي لو قدرت تلمسني في 3 دقايق فساعتها مبروك عليك هتكون من الناجحين، اما غير كده فانت ممكن تموت على ايديا. فلين بيتحمس وبيقول له حلو قوي، انت بتقول لو لمستك بس هنجح في الاختبار، طب
لو ضربتك بقى ايه اللي هيحصل يعني؟ فالعيال بيتصدموا من اللي بيقوله. فزي بيقول له مش معنى انك هزمت الشرير بضربه واحده انك هتقدر على سيد تيان، اعتذر له يا عم يمكن يسامحك. بس تيان كان فرحان وبيقول له تعالى لي يلا. والمعلم تيان بيخرج سلاح مخيف جدا، غلبان ما يعرفش ان اللي قدامه مخه تعبان. فتيان بيدخل على هيجان بس بوم لين بيوقفه بسهوله وكله مصدوم. وتيان بيعترف بقوته وبيقول له انا بقالي اكتر من 5 سنين شغال هنا، عمري ما شفت حد في قوتك، كلها بتيجي عشان الشهرة والسلطة والمجد، بس مفيش حد هيجي على كيفه ويدخل لاجل انقاذ الناس. كل الابطال الحاليين ليسوا سوى حسالة قذرين، كلهم اوغاد ابطال مزيفين، لحد الان ما جاش بطل في ربع قوة زيرو. اما انت ليك مستقبل باهر يا ابني، بس اسمح لك اختبر قوتك مرة تانية. فجأة في لمح البصر بيظهر وراه، فلين بيتفاجئ بس بيتفادى على اخر لحظة. بس المجنون ده ما بيسكتش وبيشتغل صخرة كبيرة وبيرمي على لين، بس لين بيتصد لضرباته بسهولة وبيهجم عليه واحدة ورا التانية وبيتبال ضربات قوية جدا. بس فجأة تيان بيطير في الجو وفاكر انه هيقضي عليه، بس على مين يا معلم؟ لينو بكل روقان بيجيبه تحت رجله وبوم بيديله واحدة بالرجل بيخلص عليه. جامد يا زيرو والله. وبينتهي النزال بانتصار لين الفتاك واعتراف ليان بيه كواحد منهم. ودي كانت ردة فعل الموظفة وزاي، وربنا ما يحطك مكانهم يا صديقي. وهنا لين بياخد العلامات الكاملة وبعدها بيدخل الاختبار الكتابي، وبكده لين انضم رسميا لمجتمع الابطال. وبيمر الوقت وهنا بيفوق القائد تيان على سرير المستشفى وبيفتكر العلقة السخنة اللي اخدها، وهنا بتكون قاعدة جنبه وبتقول له انا اول ما سمعت باللي حصل ما صدقتش نفسي، احكي لي اللي حصل بالظبط ومين الولد ده، قول لي اي حاجة عنه. وبيحكي لها وبيقول لها تحركاته سريعة وكمان ذكي ورشيق وسرعته البديهية فوق الخيال، اما غير كده فانا ما اعرفش عنه اي حاجة. فبتقول له ذكي مين يا عم الله يصلح حالك، وبتوري له ورقه الامتحان بتاعته وكان ذكي ما فيهاش كلام، كل الاجابات غلط ومفيش ولا واحده صح من الاساس. يا ابن الفشله. ساعتها بقى كان هو وكل الممتحنين بيدوروا على اسمائهم بين الناجحين، وازاي بيتصدم لما بيلاقي درجه لين كامله في الاختبار العملي وصفر في اختبار الكتابه. فبيمسكوا تريقه من هنا للصبح، والواد بيحس بالاحراج والزعل من نفسه. وبعدها زي بيروح يقف عند تمثال زيرو وبيقول له ما خلاص بقى يا عمو خلينا نروح في اليوم الازرق ده. فبيقول له تمام. واذ فجأة بيشوفوا مجموعة رجالة زانقين الولد الصغير ده وبيتنمروا عليه لمجرد انه طلب المساعدة عشان ينقذ الست العجوزة. فبيرفعوه وبيعذبوه على الاخر قدام عين لين، فبيستحملش يشوفهم كده وبيتحرك على طول من كتر غضبه. بس فجأة الولد بيزعق وكانت الصدمة ده بينده على زيرو وكأنه بيستنجد بيه. فالرجالة بيقعدوا يضحكوا عليه وقاعدين يستهزئوا بيه، ومش بس كده لا دول كمان استهزأوا بالبطل زيرو. وواحد بيقول زيرو ده جبان عديم الفايدة، فزي بيتعصب جدا ودخل عليهم اسحب كلامك يا حسالة منك ليه، بس ما بيقدرش يعمل لهم حاجه للاسف. وفي اللحظه دي لين بيتدخل وبيوقفهم بايد واحده. فالعيال فضلت تتريق وتقول يا حلاوه هو احنا كل شويه هنقع مع مبتدئين ولا ايه النظام؟ شكلكم كده ما تعرفوش احنا مين. وبيطلع ان الثلاثه دول فريق الهرم الاصفر، ابطال من الرتبه دي وشايفين نفسهم على الفاضي. وبعدها بيكلموا الولد ده وبنعرف انه مؤيد للزيرو ومن المعجبين بيه، وبيقول لهم سمعوني كده كنت بتقولوا ايه عن زيرو من شويه. فبيترعبوا من حضوره وده لانه البطل الملقب بالشبح. فبيقولوا له لا يا عم احنا ما قلناش حاجه. فبيقرب منهم خطوتين بس والعيال بتاخد ديلها في اسنانها وبتجري. شويه غنم بصحيح. فبعدها لين بيتكلم مع الشبح واللي بيطلع عيل عبيط في الاخر وبيحب شخصيه انمي في لعبه هو ولين بيحط ايده على كتفه وبيقول له من النهارده انت معايا في الفريق. فبيعيط لان ما حدش كان بيرضى يضمه ليه وده لسبب غامض جدا. فزي بيقول له يا عم ما تعيطش كلنا اخوات سوا وان شاء الله هنخرب الدنيا، قول لنا بس ايه هي قدرتك. فالولد بيقول لهم ماندورين دي قوته الخاصه. العيال بتترعب منه وده لان قوته هي الحظ السيء. واظنك كده يا صديقي فهمت ملوش صحاب ولا حد بيتعامل معاه ليه. عندهم حق بصراحه، اللي حسد فلق الحجر يا جدعان. فشين بيقول لهم كنت عارف انكم هتعملوا كده بس انا حابب احكي لكم حكايه. وبيحكي لهم عن طفولته وانه كان عايش في سعاده غامره لحد ما في يوم قوته بتستيقظ وبسبب سوء حظه الميتم اللي هو كان فيه اتحرق وكل الطلاب زمايله ماتوا. وحتى بعد ما الاسره الكريمه دي تبنته تخلوا عنه بعد مده صغيره وحطوه في الميتم ده. وبسبب سوء حظه المره التانيه بتحصل كارثه فيضان والميتم بيتهدى عليهم ومحدش غيره بيطلع عايش. ومن بعدها اترميت في الشارع واي حته بروحها لازم اللي قدامي تحصل له مصيبه. فالعيال بتخاف منه وبتقول له ابعد يا عم الله لا يسيئك، بس بيعرفهم ان زيرو انقذه وهو صغير. ولين بيقول عشان كده وانا اللي بقول ليه حظ امي زي الزفت. اتاري المعلم ده صابني بالحظ السيء وخلاني كده. وشين بيغضب وبيزعل جدا
وبيندم على قدرته السيئه اللي معاه، وبيقول مش عارف انا هفضل لحد امتى عديم الفايده كده. بس فجاه بسبب قوته الكبيره العمود اللي شايل المبنى كله بينهار، والخراب في كل مكان، كلهم بيحاولوا يهربوا. وفي اللحظه دي بنت صغيره كانت واقفه لا حول ليها ولا قوه، تمثال احد الابطال هيقع عليها وهتموت. بس في اللحظه الاخيره بيتدخل عامل لين وبينقذ البنت وبيجري بيها قبل ما يجرى لها اي حاجه، وبيبص لشين بعدها وبيقول له انت بطل، ساعد الناس وما تبقاش جبان زي ما بيقولوا، كل اللي بيحصل معاك ده قضاء وقدر صدقني. فشين فعلا بيساعدهم، وكل المتضررين من الحادثه ديت بينتقلوا على المستشفى الرئيسيه للجامعه، وبيدخل شين عشان يطمن على صاحبه يان. فبيقولوا له اولا كده خليك بعيد، ثانيا الواد كويس وزي الفل هو ما فيهوش حاجه. فيان بيتكلم وبيقول لهم زي الفل مين يا ولاد الهرمه، ده انا كنت هموت لولا اني جيت في الوقت المناسب. بس لين بيقول له يلا يا جدع خلي قلبك طيب وتعامل معاه بطيبه، ده واحد من الفريق. فساعتها يان بيتصدم وبيفهم انه لبس معاهم اجباري يا صديقي، وبيفضل يزعق شويه كده، بس خلاص يا عسل ما عادش ينفع يا باشا، اتدبست ولبست خلاص. وبيجي اليوم اللي بعده ومع طلوع شمس اليوم الجديد بنلاقي المعلم زي ولين قاعدين على سطح يشمسوا ولا كانهم على البحر، وبيتكلموا مع شين. والواد كان متاثر جدا انهم قابلوه في الفريق، بس بيقولوا له يا عم عادي اهم حاجه المصلحه تمشي، مستغلين ليفل ماكس والله. حتى يان على الرغم من انه لسه تعبان وكحيان كانوا مشغلينه يعمل لهم في اسلحه ومعدات وهم قاعدين ياكلوا وبيهزروا مع بعض شويه، وما كانوش داريانين باللي بيحصل دلوقتي في المدينه. وفي الوقت ده كانت مجموعه من الابطال وانا بيبيعوا الوحش ده لعصابه مجرمين وهيدمروا بالبلد، شويه حساله واوغاد حرفيا. بس الغريب واللي كان على عكس المتوقع فهم بيقدروا يتحكموا في الوحوش، وزعيم العصابه بيطلب منهم 3700 واحد. يا نهار ابيض، ده شكلها ما تبشرش بالخير خالص يا صديقي. ولسه بنتكلم بنلاقي لين واصحابه وصلوا على المكان، وسلم نفسك يا مجرم منك ليه. ها قد وصل ابطال العداله وبيضربوا عليهم نار، ويان بيطلع نظاراته وبيرميها قدامهم، وبنعرف ان قوه يان هي التنقل الاني. وفجاه بيظهر قدام الرجاله دول وبياخد منهم مسدسات وبيرجع تاني. شفت الموضوع ايزي ازاي يا صديقي؟ بس تفتكر خلاص كده؟ لا غلطان، فالوحش وبدون مقدمات بيفقد السيطره وبيجري وراهم وخلاص هيقتلهم. بس عمك زيرو موجود يلا، وبوم بيرزع واحده بيطيره يا جدعان وبيرميه في وسط المدينه. فالوحش بيهاجم الناس بكل قوته وبيمسك الراجل العجوز ده وخلاص هيقتله. بس تفتكر خلاص كده؟ لا والله، بيوصل زيرو وبيصيب الوحش بضربات قويه جدا. بس زي بيجي له وبيقول له الوحش ده استحاله يتهزم كده، اركن على جنب انت واتفرج عمك هيتعامل معاه ازاي. فبيقول له ماشي يا عم. وخطة زي العبقريه هي ايه بقى؟ افرد ظهرك لورا كده يا صديقي واسمع. بما ان الوحش اللي قدامنا ده قذر وريحته معفنه اكيد عدوه هيكون الصابون، بس انا معيش صابون، بس معايا حاجه احسن بكتير. شوف بس كده، شوف المطهر ده هنرشقه في الوحش ده وساعتها هيتحول لميه عاديه وهنهزمه بسهوله. فلين بيقول له طب نفذ يا ابو العريف، وبالفعل بيجري على الوحش وبيدخل هو الاداه في جسمه، بس لين بيطلعه بسرعه قبل ما يموت. بس فعلا خطته كانت بتجيب مفعول بس بمعدل بطيء جدا، وعشان كده بيقوم يكمل عليه. ولين بيكون هيساعد بس بيقول لا، ده الواد ده اتطور جدا وشكله كده هيعملها. وبالفعل بيقدر يهزم الوحش وبيحول الميه بتغرق كل الشوارع، ويان وشين بيروحوا عشان يشوفوا الناس متجمعه ليه، ويا لها من صدمه. وبيرجعوا على البيت وتقييمهم بدل ما يعلى بينزل سابع ارض بسبب بلاغات التحرش والاساءه العامه، وحرفيا زي جه علينا بخساره، احنا لازم نطرده يا عم. فزي بيقول لهم والله ما كان قصدي، انتم عارفين، بس دلوقتي خلينا نشوف هنعمل ايه في البنت الصغيره دي. وفي اللحظه دي بتيجي هانا محبوبه الملايين وبيفتحوا لها الباب، وهانا بتتكلم معاهم عن اخبار الفريق الفتره اللي فاتت دي. بس لين بيعترض وبيقول لها قبل اي حاجه كده يا ست البنات فاحنا عاوزين نعرف معلومات عن البنت دي ونرجعها لاهلها ازاي. فبتدي لهم فلاشه فيها كل المعلومات وبيروحوا عشان يوصلوا لها البيت، او ده اللي قالوا لها يعني. فاول ما البنت مشيت اتكلمت هانا وشرحت لهم عن منشأة عسكرية فيها اطفال بيتعامل عليهم تجارب وحاجات بشعة جدا، اطفال لم تزل بعد نعومة اظافرهم وبيتعرضوا لمعاناة صعبة جدا، وده بسبب شوية كلاب عاوزين يستنسخوا قوة زيرو البطل الاول، والى الان ما نجحوش، وتعتبر البنت دي هي التجربة الوحيدة الناجحة. فلين بيغضب جدا من افعال الابطال اليومين دول، وفي تلك اللحظات المكان كله بيتزلزل. ولين بيتكلم انا عرفت ايه اللي المفروض اعمله، وبتخرج منه هالة مرعبة جدا. ايوه دول شوية حسالة بيقتلوا وبيعذبوا الاطفال كل ده عشان يكسبوا القوة، انا ليه ما اقتلهمش واخلص عليهم كلهم. وفجأة المكان بيكون هيتدمر والعيال كلهم بيترعبوا من جبروت هالة لين، بس بعدها بيهدى وبيقول لهنا ما تقلقيش هنحل المشكلة دي انا والفريق. وهنا بتقول لهم انا مكسوفة من نفسي ومش عارفة اقول لكم ايه، لان رئيس جمعية الابطال والشخص اللي المفروض بيرسم الضحك على وشوش الناس
وبيقول ان هدفه تطهير العالم، هو نفسه اللي بيعمل العمليات دي. صدمة بكل معنى الكلمة. العيال مش مصدقين، حرفيا اللي بيحصل ده قمة الظلم والفساد. وبيمر الوقت وبيجي اليوم اللي بعده، وهنا لينا بتقفش لين من ودانه وبتفتكر انه خاطف البنت المسكينه دي وبيفتري عليها هو والشباب اللي معاه. فبيقول لها لا والله يا ستي الموضوع مش زي ما انت فاكره خالص، كل ما في الموضوع انها ملهاش اهل، وجمعيه الابطال طلبت مننا نفسحها ونروق عليها لان اللي مرت بيه صعب ومش اي حد يتحمله. فالبنت دي كانت ضحيه لقائد فاسد ونظام افسد، فلينا بتتاثر من كلامه فعلا وبتعتذر وبتلعب مع البنت وبتاخدها تجيب لها شويه حاجات. وفي الوقت ده العيال بتفتكر كلام هانا امبارح، وان البنت دي مهمه جدا بالنسبه لشركه روي، وبيتحذروا انهم اكيد هيحاولوا يرجعوها تاني. وبالفعل كانوا بعتوا الثلاث مقاتلين دول، بس العيال قامت بالواجب وفشخينهم حرفيا، وبيرجعوا لينا قبل ما تلاحظ غيابهم. ولينا كانت شيكه الطفله الصغيره وحبتها جامد، وبتقول ليني خليها تقعد معاهم في البيت الفتره دي بدل ما تقعد في المكتب لوحدها يعني، وبيوافق. وفي تلك الاثناء كان رئيس جمعيه الابطال غاضب ومتعصب جدا لانه مش عارف يرجع البنت عشان يعملوا عليها التجارب. فواحد من اعوانه بيقول له يا ريس عيب عليك، انا مجهز لهم كمين ابن جنيه، والبنت هتكون عندك بكره قبل بعده وهتشوف هعمل لك فيهم ايه. وبالفعل بيبعت مجرمه البيت زي، وبتلاقيه بيستحمى فبتتكسف وما بتعرفش تعمل معاه حاجه وبترمي نفسها من الشباك. مسخره والله. وهنا واحد تاني بيراقب بيت لين من بعيد ومستني الفرصه المناسبه عشان يغفله، وبيضحك وبيقول كل المدير طلبوا مني هو ان اجيب البنت، مش مهم بقى اقتل لين ده ولا لا. بس الصدمه ان لين واقف وراه اصلا ولا بيهجم عليه، بس لين بيتفاداه وبيقول له انت بقى اللي روي بعتك، على العموم عاوزك توصل له رساله، روح وقول له عمك لين لو جالك هيكسر دماغك. بس القاتل بيستهزأ بيه وبيهجم عليه، فاكره شاب طري ما يعرفش انه في ضرب المرزب مفتري. بوم لين بيديله على دماغه، فالولد بيغضب جدا وبيحقن نفسه بمصل شيطاني وبيزود من قوته اضعاف مضاعفه، وبيتحرك بسرعه مرعبه جدا وبيظهر فجاه ورا لين وخلاص هيسيبه. بس والله لو عملت ايه اخرك فاضي. يلا هي واحده بتطير له دراعه والتانيه بتوريه اوجاعه، بس لين ما بيرضاش يقتله وبيقول له قول لي اللي مشغلك انه مهما يبعت في حساله زيكم مش هيقدروا يعملوا حاجه طول ما انا موجود، اتمنى توصلها له كده بالظبط. وبيسيبه ويمشي، بس الولد بيغضب جدا وبيستفزه وبيقول له هتروح فين يعني، لو ما قدرناش عليك فهنقدر على اختك، واسمع بقى هقتلها لك وهشرحها قدام عينك. فلينا اول ما سمع الكلام ده قلنا جنونه حرفيا، وبيقول انا في الاول كنت ناوي اسيبك بس تفكر تقرب من اختي هبيدك انت وجماعتك عن بكره ابيهم. وفجاه بتخرج هاله لين الجباره، بيخلص عليها بضربه واحده وحرفيا بتدمر نص الجبل اللي وراه. يا جمدانك وفخامتك يا جدع. وبيرجع على البيت يطمن على اخته، وبتدخل تنام هي والبنت الصغيره واللي اسمها مومو، وهو بيقعد يفكر في كلام هانا وبيوعد انه يخلص على كل الخونه ويحمي الطفله. وبيجي اليوم اللي بعده ولين واصحابه بيروحوا لهنا وبيقولوا لها على كل اللي حصل، فبتقول لهم انا عارفه ان ده هيحصل من البدايه، بس احنا عاوزين نمسك على الرئيس روي اي ادله ونفضحه قدام العالم. فلين بيقول لها احنا معاكي في اي حاجه. فالبنت اختها ما بيعجبهاش طريقه كلامه فبتروح تزعق معاه وبتقول له كلمها باسلوب ارقى من كده، بس لين ولا بيعبرها حتى. وبعدها بيروحوا عشان يوقفوا الرئيس روي من اللي بيعمله، وبيوصلوا فعلا وبيشوفوه بيتقابل مع زعيم عائله جان الرئيس جان مورياتي، فبيهجموا عليه كلهم بسرعه. بس روي كان عامل حسابه وبيركب الطياره، بس على فين يا معلم؟ ساحره الجليد بتوقفهم وبتدمر وسيله هروبهم، بس تفتكر هيسيبوها؟ لا والله. طلقه من القناص بيجيبها الارض. وفي الوقت ده هانا بتقول لين روح انت لزعيم عائله جان وانا هقاتل مدير روي. ولين بيروح فعلا وبيقول له على فين يا عم الحاج انت؟ بس فجاه مساعدته بتهجم على لين بضربات سريعه جدا، بس لين بيفادي كل هجماتها وبيطيرها وبيقول لها ارجعي احسن لك انت مش قدي. وبيجي صاحبه زي وبيقول له سيبها لي وركز انت مع الزعيم، وفعلا زي بيقتلها وبيدبس ضربات سريعه وقويه جدا. وفي اللحظه دي لين بيمسك سلاحه وبيهجم على جنب بسرعه مرعبه جدا، وبوم الاثنين بيتحركوا بسرعه هائله جدا والراجل مصدوم من سرعه لين وقوته. وهنا على الجانب الثاني كان زي بيتقتل مع البنت في الغابه، ضربات يمين شمال وبيبان مدى تطور مستوى زي في الفتره الاخيره، وبيسيب البنت بضربات كتيره جدا وبيكون خلاص هيهزمها. وهنا يان بيروح للساحره ماري، بس في اللحظه دي القناص بيصوب عليهم من بعيد وماري بتتصدى ليه وبتحمي يان بالجليد، بس بوم فجاه ضربه بتصيبها وبتطيرها، بس يان بيشتلها وبينيمها فوق شجره عاليه. وهنا هانا بتهجم بضربات كتير على روي بس من غير اي فايده، وبيظهر ايده الحديديه فهانا بتهجم عليه بقوه كبيره، بس بوم بيديها بوكس قوي جدا في بطنها
بسرعه وبيستناش ويدب بيرزعها واحده بالكوع بيجيبها الارض. روي بينتصر. وفي الوقت ده ياني وماري فوق الشجره واقفين، بس فجاه القناص بيظهر وراهم وبوم بيحجز ماري في حاجز سحري وبيصيب بيان في وشه وبيطيره وبيكسر له نضارته وبيدوس على دماغه برجليه. اغبياء افتكرت انكم هتقدروا عليا؟ بص بقى يا انت وشوفني وانا بموت صاحبتك قدام عينك. وبيطلع السلاح وبيوجهه ناحيتها. ركز وانا بقتلها قدامك. يا جدعان في ثانيه الحال اتبدل وفريق لين كلهم دلوقتي محاصرين وفي حاله صعبه جدا، وحتى هنا المساعده بتقوم وبتهجم بسرعه على زي وبتخترق جسده حرفيا. وفي الوقت ده روي ماسك هانا وبيقول لها ندمانه انك اتحدثيني مش كده؟ فبتقول له لا، وحتى لو فشلت فهم هيجوا يخلصوا عليك. فبيقول لها قصدك صحابك دول حسالة زيك بالظبط. فبتهجم عليه بسرعه بس بيمسكها وبوم بيرزع دماغها في الارض وكلهم حرفيا في حاله ميؤوس منها جدا. وروي بيخنق هانا وبيكون هيقتلها وبيقول ما عادش في ابطال في الزمن ده. فبتقول له اتكلم عن نفسك. فبيغضب وبيخنقها اكتر. يا جدعان معقوله دي النهايه؟ وفي الوقت ده جان بيحقن نفسه بمصله الشيطاني وقوته بتزيد بشكل جنوني. بس في لمح البصر لين بيظهر وراه وبيصيبه بضربات كتيره جدا وبسرعه قايلها. بس فجاه جان بيهجم عليه بس لين بيختفي ودب بيديله برجل في وشه وبوم بيرزعه بوكس وبيطيره بقوه مرعبه جدا وبيحط رجله فوق دماغه وبيقول له انت عارف يا حقير انت قتلت كام بني ادم بسبب طمعك وجشعك؟ عارف كم واحد مات بسببك يا حسال؟ انت مصيرك هيكون الموت بلا اي رحمه. اي كلمات اخيره احتفظ بيها لنفسك مش عاوز اعرفها. خلص عليه. وفي تلك الاثناء دي كان زي اقنع البنت اللي بتهجم عليه تتخلى عن الشر وتسلك طريق الابطال. وفي الوقت ده بيكون المجرم الالي ايرون ماسك يان ضرب ومش رحمه، ويان ما بيستسلمش فبيشتته بالقنبله دي بس من غير اي فايده. ايرون بيبعد القنبله وبيرزع يان في الشجره وبيكون خلاص هيقتل ماري، بس بيظهر يان وبيضربه في وشه. بس الصدمه ان ايرون ما بيتهزش حتى وبينزل ضرب في يان، ويان بيجيب اخره وبيصيبه بضرب في وشه خطيره جدا. بس مع ذلك الولا بيعافر وبيكون هيفجر المكان، بس بوم ايرون بيرزعه ضربه مرعبه جدا. دي كانت القضيه بجد. وفي تلك اللحظة ماري بتعيط من كل قلبها وبتصور غضبا، واخيرا ايقظت ساحرة الجليد طاقتها المختومة. بوم بتفرتك ايرون في لمح البصر وبتروح تطمن على يان، ولكن لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. وفي اللحظة دي رئيس جمعية الابطال روي بيحس بموت جان، فهنا بتقول له جاي لك اللي هيفشخك دلوقتي. وبالفعل البنت بتجمده لحظة واحدة بالعافية، فبيضحك وبيقول لها انت فاكرة انك كده هتوقفيني؟ فبتقول له لا كنت مستنياه مش اكتر. وفي اللحظة دي قد وصل الجبار وروي محتار. الله عليك يا عاملين يا فاجر. روي ما بيكونش لسه مات وبيقوم من تاني وبيطلع نفس ذات المصل الغريب ده من ايده وبيحقن نفسه بيه، وهنا مستغربة وبتسأل على نوع السلاح ده. فلين بيقول لها اكيد ده عقار صنعوه من تجاربهم على احد الوحوش. بس روي بتخرج منه هالة مرعبة جدا وبيتحول لوحش حرفيا وبيهجم على هانا بانصال كتير جدا. بس على مين يا معلم؟ لين بيحميها بكل سهولة وبيهجم بسرعة جدا وبوم بيكسر دماغه حرفيا. والرئيس مش مصدق، ده انا بطل من رتبة اس، ازاي حسالة زيك مش متصنف في سجل الابطال يهزمني؟ وبيحاول يصيب لين مرة ورا التانية ورا التالتة وكله من غير اي فايدة. فبيزود سرعة هجماته، بس ده عند امك يالا، كل هجماته من غير اي فايدة وبيهجم بقوة كبيرة جدا. بس لين بيوقفه بكل سهولة وبيقول تعالى لي بقى يا روح امك، وبيشتاله هوبا بيطيره في السماء وبيطلع وراه. وابن الهرمة لسه بيعافر، فلين بيفادي هجماته بوم. نعم يا سادة انها القضية تلمع في السماء وبيحصل انفجار مرعب جدا من قوة ليلي الجبارة، وبعدها بينزل يطمن على هانا والحمد لله كلهم بيكونوا بخير. بس في اللحظة دي بتيجي ماري وشايلة يان وبتعيط، وللأسف يان حالته خطيرة جدا. وبتمر الايام وبيعدي اسبوع على هذه الواقعه، ويان بيخف وبيكون في المستشفى. وسبحان الله يا جدع البنت اللي ما كانتش طايقاه هي نفسها البنت اللي ادت له العلاج وبتهتم بيه. اما زي فكانت برضه المقاتله مظبطاها على الاخر والوضع اخر حلاوه. وبعدها بتوصل هنا على المكان وبتعرفهم ان في حدث تدريبي قريب وان اللي حابب يشارك يعني يعرفها عشان تعمل حسابه من دلوقتي. فيان وزي بيتحمسوا للفكره وبيقولوا لها احنا معاك يا رياسه، بس ليه مش فارقه معاه وبيرفض انه يروح. فهنا بتزعق معاها هي واختها وزمايله هم كمان بيطلبوا منه يروح معاهم لانهم مش عارفين ايه الخطر اللي هيقابلهم في الايام بعد كده. فبيقول لهم بسيطه اجبروني على كده، انتوا الاربعه هتقتلوني وان هزمتوني هروح معاكم وان ما قدرتوش فانا مش هنتقل لحته، وروني بقى شطارتكم. وبيقولوا له اتفقنا وبيطلعوا على السطح وبيهجموا عليه كلهم بشراسه، بس ولا بيفرق معاه وبيتفاداهم في لمح البصر. فماري بتدخل عليه بضربات كتيره، بس على مين يا بت؟ بوم بيطيرها بقوه هائله جدا، بس المقاتله بتمسكها وبتهجم هي وهنا على
على لين بسرعه مجنونه جدا، وهنا بتظهر جليدها وبتكون هتصيبه، بس بوم بيفرتك الجليد كله بضربه مرعبه بتزلزل المكان كله، بس بتغفله وبتجمده وبتقرب منه وبتقول محدش يقدر يهرب من جليدي. ولسه ما كملتش كلامها بوم بيفرتكها هي وجليدها، بس فجاه المقاتله بتظهر وراه ولسه هتصيبه، بس هي واحده في التانيه بيجيبها الارض. اما ازاي بقى كان بيحاول يهرب، بس على فين يابا بياخد على دماغه زي الباقي. ولين بيقول لهم اتوكل انا بقى، غلابه ما يعرفوش ان مش قوي بس بل انا الاقوى في هذا العالم. وبيجي اليوم اللي بعده وهنا في جمعيه الابطال بنشوف القائد الجديد اللي هيحل محل القائد راي، وبيطلع لكم خطاب تحفيزي وبيقول لهم من 5 سنين بالظبط هجم علينا جيش ملك الشياطين واعوانه، كنا ساعتها مجرد ضعاف وافتكرنا انها نهايتنا، بس حينها ظهر شخص مقنع يدعى زيرو، البطل الاول والاوحد والمثل الاعلى لجميع الابطال. بس دلوقتي احنا الحمد لله اقوى منهم بكتير، فكيف نكون الاقوى وارى ملامح الخوف عليكم يا جنودي؟ لا تسمحوا للعدو ان يهينكم، قاتلوا اغضبوا اسعاروا يا ابطال. وكلهم بيهتفوا له وبيتشجعوا، بس زيرو ما كانش حاسس انه يكون مختلف عن روي، فقرر يراقبه ويحطه في دماغه عشان ما يعملش اي حاجه. وفي الوقت ده هنا بتروح للزعيم واللي بيكون اخوها، فبيعاملها بطريقه بشعه حرفيا، وبيمسكها وبيقول لها اوعي تكوني مفكره ان اللي سبتيه منظمتنا عشانهم دول هيحموكي، لا انتوا وهم هيتداس عليكم. وبتقع على الارض وبتعيط. وفي اللحظه دي بيجي لين والباقي، فالزعيم بيقول انت بقى لين جي مش كده؟ انا سمعت انك هزمت جان والمدير السابق روي، فواضح كده انك طفره. وبيعرض عليه انه ينضم ليهم، بس لين بيكسفه وبيرفض عرضه. فالزعيم بيقول له خليني اقول لك حاجه، انت لو ما بقتش في صفي فهتبقى عدوي. بس لين بيضايقه اكتر وبيقول له ولا تقدر تعمل حاجه. فالزعيم بيغضب جدا وبيزعق اركعوا على الارض، وبيظهر قوه مرعبه جدا وبيزود الجاذبيه 10 اضعاف، والعيال كلها بتنزل على ركبها، بس انا مختلف عنهم يابا. فالولد بيتصدم من قوه لين، وفي اللحظه دي لين بيغضب وبيخرج هاله مرعبه جدا بتطيره، وبيتصاب باصابات خطيره جدا. وهنا بتروح تطمن عليه، بس الولد غاضب جدا ومش طايق حد، وبيقول لها مالكيش دعوه، المره دي انتوا انتصرتوا، بس المره الجايه هعرفكم مقامكم كويس شويه اوغاد، هنتقابل تاني. وبيسيبهم وبيمشي. ولين هو كمان بيمشي مع فريقه، وزي بيقول له هنعمل ايه؟ فبيقول له اكيد هنراقبه، وبيقول لشين يروح يراقبه ويشوف كل تحركاته. وشكل لين كده ناويله عمليه سودا يا صديقي. وفي الوقت ده بيجيله اتصال من اخته لينا، وبتطلب منه يجي لها على المختبر لانها عايزاه. وهنا بيدخل عليها الدكتور زميلها في المختبر وبيسالها عن اخر النتائج اللي وصلوا له في تجربه الكلب، فبتقول له كل حاجه تمام، بل وكمان بقى بيقدر يتعلم ذاتيا من غير مساعده. وبعدها الدكتور بيمشي، وفي اللحظه دي بيجي صاحب لينا وبيقول لها لازم تهربي من هنا بسرعه، انت عارفه ايه اللي بيحصل هنا بالظبط؟ اكيد لا، الدكتور اللي انت شغاله معاه ده اصلا تابع لرئيس جمعيه الابطال الفاسد الجديد، وان جيت الحق فهو ما يختلفش عن روي القديم حاجه، بل وكمان ده ممكن يكون افسد منه، وبيستغلوكي بس مش اكتر. فالبنت بترفض تسمع لكلامه، فبيكلم رجالته وبيقول لهم يراقبوها عشان ما يحصلهاش حاجه. وفي الوقت ده بيكون لين ماشي في المدينه وما يعرفش ان اخته في خطر ومحتاجه مساعده. وفي اللحظه دي لين بيلمح واحده بتراقبهم، فبيجري بسرعه وبيمسكها، وبعدها على طول بيروح لبقيه فريقها وبيفشخوهم كلهم. وازاي بيشوف شعار عائله لينوي معاهم، ولين بيعرف ان صاحب اخته لونج هو اللي بعتهم، فبيغضب جدا. ومن الناحيه التانيه لونج وريث العرش عائله لينوي بيتعصب اول ما بيعرف ان رجالته اتهزمت، وبيقول بس مين اللي يقدر يهزم رجالتي؟ معقول يكون الزعيم الجديد؟ وبيغضب جدا، مش هسمح لك تاذي لينا مهما حصل. وهنا لين بيكون رايح لاخته ومعاه زي، والبنت بتكون لسه في امان وما حصلش اي حاجه، وبتفتكر الكلام اللي قاله لها لونج، بس ما بترضاش تعرف اخوها اي حاجه. ده كمان بتمشيه من المختبر وبتقول له ورايا شغل، روح انت عشان مومو ما تفضلش في البيت لوحدها. وبيمر الوقت وبيجي الليل، وفي اللحظه دي بنشوف السيد ليون وهو نازل من عربيته الفخمه ورايح يقابل هنا، وبنعرف ان اخوها الحقير هيجوزها له عشان مصالحهم تمشي. كلب ما فيهاش كلام والله. واليوم بيطلب منها تخرج في موعد معاه، فبترفض، فبيمسكها بسرعه وبيخنقها، وكانت خلاص هتموت بس بيرميها على الارض، وبيروح يفتح باب العربيه وبيقول لها يلا اركبي ونتفاهم بعدين. وفي اللحظه دي حراس الامن بيجوا عشان يساعدوها، بس رجاله ليون مرعبين جدا وبيحاصروهم، بس مع ذلك ما بيخافوش وبيقتلوا بكل قوتهم، وبيخرجوا قوه كبيره جدا بس من غير اي فايده. رجاله ليون بيجيبوهم من الارض في لمح البصر،
حرفيا قوتهم هائله جدا يا جدعان، وهنا شايفاهم بيتعذبوا عشانها وهي عاجزه ولا قادره تعمل لهم اي حاجه. واليوم بيدخلها العربيه وبيقول لها شوفي بعينك دي يا اخرة اللي يفكر يتحداني، والحراس نازلين ضرب فيهم من غير رحمه وقاعدين يتعذبوا قدام عينها وبتعيط. وقفهم ارجوك. والصدمه من الحراس بيكملوا وبيمسك واحد وبينزل في ضرب بكل وحشيه وخلاص الولد هيموت. فهنا بتصرخ بعلو صوتها وبتخرج جليدها قلت لك وقفهم. وفي اللحظه دي شين بيضرب على رصاصه بسرعه جدا بس اليوم بيمسكها بكل سهوله. ويا ريته اكتفى بكده بس لا، ده بيردها له بسرعه جدا وبتصيبه بضربه خطيره في رجله بس الولد بيكمل عليه وبوم بيصيبه ضربه مرعبه جدا يا جدعان. هنا بتتصدم وبتعيط ورجال الامن مرميين في الارض وحالتهم يرثى لها. فهنا بتقول له خلاص انا هعمل لك اللي انت عاوزه بس سيبهم وما تاذيش حد. فاليوم بيقول لها مكان من الاول بس بعد ايه بقى، وبيمشوا بالعربيه. وفي اللحظه دي شين ملقى على الارض لا حول له ولا قوه، والروبوت بيظهر وراه وبيخرج قوه مرعبه جدا. خلاص شكلها دي نهايتك يا صاحبي. بس في لمح البصر لين بيجي وبينقذه وبيقول له ارتاح انت واتفرج بقى هعمل لك في امه ايه. ولين بيبص على الروبوت وبيلاقي جسمه اتجدد تاني فبيخرج سيف مرعب جدا وبينط عالي جدا وبوم بيفلقوا نصين. وفي اللحظه دي 3 روبوتات بيدخلوا عليه وبيهجموا عليه بضربه قويه جدا. يا نهار ابيض. بس تفتكر انهم كده خلصوا على لين؟ لا والله، فجاه بيظهر لين وراهم وفي لمح البصر بيفرتكم كلهم. لا رايق والله يا عم لين. وبيكون متبقي واحد بس لين بيعمل معاه الواجب وبيخلص عليه. وهنا اليوم بيعرف باللي حصل وبيشوف اخر حاجه شافها الروبوت وبيتصدم. مستحيل، ده سيف النار الاسطوري. وفي الوقت ده بينقلوا شين للمستشفى عشان يتعالج والشباب بيعملوا خطه عشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي. فيان بيقول لهم يا جدعان ننقذ مين؟ ده عيله خطيره جدا وعندهم جيش آليين ملوش اول من اخر. باختصار يا صاحبي لو رحنا هناك هنموت ومش هنعرف نعمل لهم اي حاجه. هو انا الوحيد اللي خايف ولا ايه؟ فكل واحد بيقول له انا عن نفسي ما بخافش. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم الواد اللي اتعجن ضرب في اول الحكايه وبيقول لهم انا عاوز اساعد. فبيوافقوا بعد ما اتاكدوا انه اتغير فعلا وما عادش بيسعى للمظاهر وبس. وبعدها بيقعدوا يتناقشوا مع بعض وخطتهم كالاتي: شين ومعجباته هيخربوا الدنيا ويشتتوا حراس الامن، والهاكرز الرهيبه بتاعتهم تعطل لكم كل الكاميرات واجهزه الامان. اما بقى لين وزاي ويان هيدخلوا جوه وينقذوا هانا من غير ما حد ياخد باله. وهي طبعا هتكون بفستان الزفاف والعريس الغلبان هيفتكر انه هيتجوزها بس طبعا مش هيكون في عروسه من الاساس. وفي تلك الاثناء ليون بيروح لهانا وبيعذبها بابشع الطرق وكل ده عشان عاوز يعرف مين المقاتل اللي كان معاه سيف النار الاسطوري. بس هانا بترفض تجاوبه فالحقير بيكمل تعذيب فيها يا ابن المفتريه. في اللحظه دي بيفتح ساعته وبيشوف الكاميرات ولين واصحابه فعلا بداوا الخطه وشين عامل دوشه بره البيت والثلاثه التانيين بينطوا من فوق السور. ويان كان هيفضحهم وبيلمح صاحبته ماري في المكان مع الدكتور ده فبيروح لها وبيقعد يتخانق معاها. فالعيال بيسيبوه بيكملوا طريقهم وبيروحوا هم عشان ينقذوا هانا من الوحش اللي بيعذبها. وبيوصلوا عند الاوضه فعلا وازاي بينطلق على الحراس وبيغفلهم. وفي اللحظه دي لين بيدخل لهانا وبتقول له ايه اللي جابك هنا؟ اهرب، هو اصلا بيدور عليك عشان يعرف ياخد سيفك الاسطوري. عشان خاطري اهرب من هنا، العيله دي خطيره جدا. فبيقول لها ولا 100 عيله زيهم يقدروا يعملوا معايا حاجه وبيمد لها ايده بس مش بترضى تيجي معاه وبيفضل يتحايل عليها بس بتقول له ما اقدرش اهرب، افهم بقى ابن الهرمه ده بيهددني باختي وغير كده اخويا الحقير موافق على الجواز ده. انا بجد كان نفسي في اخ عدل، اخ راجل يخاف عليا. وبيكون قلبها مكسور جدا. فلين بيقول لها وانا مش هسيبك، انت غاليه قوي عليا وما تخافيش، فانت لسه ما تعرفيش قوته وصلت لفين واللي شفتوه ده ما الا جزء صغير جدا من قوتي الحقيقيه. وكمان ما تنسيش ان شين ضحى عشانك وعرض حياته للخطر. فبيطلع سلاحه وبوم بيدمر الجدار وبيمد لها ايده للمره الثانيه والبنت بتكون متاثره جدا وبتدرك فعلا مدى طيبه قلب لين وشجاعته. وبعدها بياخدها معاه وقبل ما يطلعوا بيلاقي صاحبه زي مرمي قدامه متكسر من الروبوتات. واليوم بيقول لها على فين يا حلوه منك ليه؟ الى اين الراحله يا من ستصبح زوجتي؟ وهنا بتخاف منه بس لين بيمسك ايدها وبيطمنها. فاليوم بيغضب جدا وبيقول للين طب ما دام احنا مختلفين مع بعض ما تيجي نحدد معركه بيني وبينك والبقاء للاقوى. ولين بيقول له وان انا فزت هنمشي بسلام ومش هكلمكوا. فبيقول له ان فزت شكلك ما تعرفنيش باين، بس لو انا بقى فزت مش هكتفي بتعذيبك، لا هاخد كمان سيف النار الاسطوري. فلين بيوافق. فهنا بتقول له لا يا لين، فاليون هو اقوى من في عائله اويانج الاصغر سنا، قوته جباره بكل ما تعنيه الكلمه من المعنى. فلين بيضحك وبيقول لها قلت لك انكم لسه ما شفتوش اي حاجه من قوتي وما تعرفوش مين هو لين جي.
وبعدها على طول بيروحوا على الحلبة، والجميع بيكونوا على أهبة الاستعداد، وبيحضروا المعركة دي كبير عيلتين أويانج والعيلة الحاكمة، وأخو لينا كمان بيكون بيتفرج بس بيمشي، فصاحب لينا بيروح وراه، وفي اللحظة دي الحكم بيدي الإشارة وبيبدأ النزال، واليوم بيهجم على لين بكل غباء، بس ده عمك لين يلا بيصد كل الهجمات بكل روقان وفخامة، وبيهجم بسرعة عليه، بس اليوم بيتفاداه وبيتبدل معاه ضربات كتيرة، ولين بينط وهيسيبه، بس لولا بيصد ضربته وبيشتت انتباهه بسرعة، وبيهجم عليه من تاني، بس ده عند تهاني. لين بيتصدى ليه وبتنفجر قوة مرعبة جدا، بيتزلزل المكان وكل الموجودين حرفيا مصدومين، ده ايه اللي بيحصل ده؟ واليوم بيهجم بعشرات بل مئات من الهجمات السحرية، بس كل ده ولا بيفرق مع لين، وبيتصدى ليهم كلهم، وفجأة بيظهر لين وراه وبيحاول يغفله، غلبان ما قلنا بلاش ده عشان مخه تعبان. لين بيرمي عليه السلاح والولا بيتصدم وخلاص هتسيبه، بس على اخر لحظة بيهرب منه، بس انت فاكره هيسيبه؟ في لمح البصر بيظهر وراه بيرزع واحدة بيجيبوا الارض، الكل مصدوم، ده ايه اللي بنشوفه ده؟ هو مين الواد ده؟ معقولة ليون هيخسر؟ ولين بيكون واقف قدامه، فاليون بيقوم من تاني وبيقول له عجبتني، انا من زمان جدا ما حسيتش بالمتعة دي كلها، وبيهجم عليه مرة تانية، بس لين بيتصدلهم كلهم وبيطير في الجو، بكل ما اتاه من قوة بينزل عليه، واليون بيفعل درع وفاكر انه يحميه، بس ده عندهم البيت، لين بيكسر دروعه وخلاص هيسيبه، بس في اللحظة الأخيرة اليوم بيبعد الرمح وبيقول ما بدهاش بقى، أنا لازم أخلص عليه هنا ودلوقتي، ولسه ما كملش كلامه لين بيرزقه حتة بوكس بتطيره وبيكسر له صف أسنانه وبيجهز نفسه عشان يخلص عليه، وفي اللحظة دي لين بيخرج قوة مرعبة جدا وبيظهر مهارة أسطورية وكلهم بيتصدموا، مستحيل تكون دي، ويا لهول المنظر، بيظهر تنين أسطوري جبار جدا، واليون مصدوم، ولين بيهجم عليه بسرعة هائلة، واليون بيحاول يوقفها، بس انت بتعمل ايه بس؟ مفيش حاجة هتنفعك قدام الجبروت ده. لين بيشرحه في لمح البصر، واليوم بيترمى على الارض وبيتألم جدا وبيقوم بكل قوته وبيقوم، والمجنون بيضحك بعلو صوته وبيقول ما كنتش متخيل ان هضطر استخدم المهارة دي ضدك، بتنفجر قوة مظلمة مرعبة لأقصى درجة، والهجمة دي مش بس ظلامية وخطيرة، لا مش بس كده، دي من فئة الكارثة، وبيهجم على لين بكل قوته، وكلهم بيقولوا خلاص دي نهايته، بس هل ده هيفرق مع الفتى المثير؟ ده عندي تيسير، الصدمة على الوجه كل من في المكان ومحدش مصدق اللي شايفه، وفجأة لين بيختفي وبيهجم بسرعة هائلة جدا، بيرزعه في الجدار بقوة مرعبة جدا، واليوم بيطلع في الروح، بس مع ذلك بيفضل الموت على انه يستسلم، وبيخرج تعويذة الظلام، فكبير عيلة بيتصدم انت بتعمل ايه؟ وبتظهر القوة اللي يخشاها كل من يعيش على هذه الارض، يا ابن المجنونة، فكبير العيلة بيزعق اخلوا المكان بالكامل، وهنا بتزعق اهرب يا لين، المكان حرفيا كله بينفجر وبيمتلئ بالهالة المشؤومة، وهانا مرعوبة جدا على لين وبتكون عاوزة تنزله، والعجوز بيحاول يمنعها بس بتفلت منه، والصدمة ان ليون اتخذ هيئة شيطانية مرعبة لأقصى درجة، وهانا والباقي مش لاقيين لين ومش مصدقين معقولة يكون مات، بس يموت مين يا معلم؟ لين بيضحك وبيقول لهم ابعدوا بس انتوا من المكان على ما بيد الحقير ده واجيلكوا، ونزلت كالصاعقة على ليون، مستحيل انت ازاي لسه عايش، وبيصرخ بعلو صوته وبيهجم بقوة مرعبة جدا وخلاص هيسيبه، بس على مين يا معلم؟ لين بيخرج قوة رمحه الجبارة بيسيبه بضربة قوية جدا بتجيبه الارض، وهنا بتروح عليه وبتكون لسه هتحضنه، فجأة الزمن بيقف يا جدعان، ايوه هكذا ظهر الشر المطلق في هذا العالم، حرفيا العالم كله بيتجمد من رعب القوة اللي انطلقت، وبيكون الشخص ده هو الشرير الاعظم والعقل المدبر للحادثة اللي حصلت من 5 سنين، وبيضحك بعلو صوته وبيقول مستحيل حد يقدر يوقفني دلوقتي، حتى زيرو قدامي ليس له حول ولا قوة، واعلنها صريحة سأدمر هذا العالم، وفي اللحظة دي الشرير بيقول مع ان قوتي اخضعت العالم كله الا اني مش قادر اخضعك، انت مين؟ بالتأكيد انت مش شخص عادي، ولين فعلا بيحس بخطورة الراجل ده وبيقول بس خلينا نتأكد من قوتك، وبيخرج نمر مرعب جدا وبينطلق على لين، بس بيفرتك النمر في لمح البصر ومن غير ما يتحرك سنتي واحد حتى، وبيقول الاشخاص اللي زيك ليسوا سوى حسالة قصيرين، مش اشرار ولا حاجة، فالشر المطلق تم محيه منذ 5 سنوات، انا هوريك دلوقتي الفرق بيني وبينك، هعرفك
ويعرفك معنى البطولة الحقيقية. لين بالفعل قد وصل لذروة غضبه، بس في اللحظة دي الشرير بيهجم عليه بقوة مرعبة جدا، بس لين بيختفي وبيهجم عليه بضربات هائلة جدا من ظهره. ولين بيقول له واحد زيك مستحيل يكون زعيم الشر في العالم، قول لي بس هتستفاد ايه بعد ما تخضع المدينة لسيطرتك؟ وبيتبادل ضربات قوية جدا. والشرير بيقول لا، مدينة ايه وكلام فارغ ايه، انا هدفي اكبر من كده بكتير، عاوز اكون مش بس حاكم لمدينة او حتى قارة كاملة، لا انا هدفي هو السيطرة على الكرة الارضية بالكامل. ده مجنون بجد يا جدعان، بس هل زيرو هيسيبه؟ قطعا لا. بس في اللحظة دي بيخرج قوة مرعبة من ايده، بيسيب لين بضربة خطيرة وبيقع مرمي في الارض. اي عقل، لا يا جدعان اكيد لين هيقوم من تاني. وفي تلك اللحظات الشرير بينطلق بسرعة جبارة على لين وهيخلص عليه، بس فجأة بيلاقي نفسه في مكان حالك السواد شديد الظلام. ايوه هو ده وعي وماضي لين المرعب. وحينها قد شاهد الشرير بأم عينه الغضب الطاغي والرعب الدامس، وبيكون مرعوب جدا من غضب لين. ولين بيقول انت ولا الف غيرك قد اللي عملته وتجرؤك في دخولك لوعيي. ولين بيصرخ غضبا وجن جنونه بالمعنى الحرفي، وبالفعل قد ايقظ قواه المختومة والتي اقسم سابقا على عدم استخدامها مرة اخرى. البرق والرعد في السماء مالوا المكان. قد اقتربت بالفعل نهايتك ايها الشر المطلق. الراجل بيجز على اسنانه من كتر ما هو مش مصدق. مستحيل، مش معقول يكون ده اسطورة العالم وصاحب القوى العظمى زيرو، وها قد عاد يا سادة اسطورة العصر. فالولد بيترعب جدا وجسمه بيرتعش، لا مش ممكن، وبيهجم باربع عواصف هائلة لاقصى درجة بس من غير اي فايدة. زيرو بيبيدهم في لمح البصر وبيخرج قوة جبارة جدا بيقطع له دراعه، بس الولد ما بيهمتش وبيخرج وحش مائي هائل جدا وبيهجم باقصى قوة. بس قدام مين بس؟ زيرو بيقف على دراعه وبيخرج قوة لعب السيف وبيقول مرحلة الصفر. بتنفجر قوة مرعبة بكل معنى الكلمة، ضربة بتزلزل الأرض كلها. وفي اللحظة دي أدرك الشرير إنه قدام أسطورة العصر زيرو. والغريب إنه على الرغم من كل ده بيزعق وبيرفض إنه يعترف بحقيقة إن الخير أقوى من الشر ودايما بينتصر في النهاية. فزيرو بيقول له إنكارك لوجودي مش هيفرق في حاجة، لأني أصلا قررت أختفي وما ظهرش تاني، بس خلاص دلوقتي وقتك خلص. وبيطلق أقوى واعظم هجوم عرفته البشرية، قوة لم يشهد مثلها العالم من قبل. وبيقع الشرير مرمي في الارض لا حول له ولا قوة، وبيقول له انت لا يمكن تكون بشري، انت اكيد وحش من عالم تاني. وفي تلك اللحظات زيرو بيوجه سلاحه ناحيته، فالولد بيترعب من قلبه وقلبه بينبض بسرعة. سامحني ارجوك، انا غلطت غلطة كبيرة. ولسه ما كملش كلامه بعد ايه يا روح امك، فجأة زيرو بيظهر وراه بتلويحة واحدة بس من سيفه. قد خلص زيرو العالم من الظلام الدامس الذي حل عليه. وبعدها لين بيرجع لشكله الطبيعي والشرير بيخرج اخر انفاسه وبيقول من الواضح ان امام قوتك كل شيء هالك. وبيقول بس سؤال قبل ما اموت، انت ازاي بالقوة دي؟ وفي اللحظة دي لين بيقلع قميصه. الولد سمر مكانه من هول المنظر، جروح وندبات خطيرة لأبعد درجة، جروح أثرت في جسد البطل زيرو على مر تاريخه، ندبات تدل على قسوة ورعب المعارك اللي خاضها. والشرير بيقول إنها لمعجزة بحق إنك تنجو من كل هذه المعارك الدامية وتخليصك للعالم من الكائنات والشر المطلق، إنه لأمر مدهش بحق. بس لين بيقول بس ما تقوليش يا بطل، دلوقتي أنا شاب عادي. فالشرير جسمه بيتلاشى وبيبتسم من الجنون والعظمة اللي شافتها عينه. أنا فعلا محظوظ إني قد قتلت على يد أسطورة خالدة لن ينساها التاريخ. حرفيا يا جدعان تأثرت جدا بشخصية وماضي الأسطورة زيرو، وبجد هذا هو الأسطورة والبطل الحقيقي. وبعدها لين بيروح يطمن على اخته بعد اللي حصل ده، ولينا بتقول له انت جيت ليه يا عم؟ على فكره انا مش محتاجه مساعدتك. فبيقول لها ما انا عارف، حبيت بس اجي اطمن عليكي لاني عارف انك ضعيفه ومش بتتشطري غير عليا بس. وبعدها بيمشي وبيروح يقف على الكوبري وبيفتكر كل ذكرياته مع هانا، وحرفيا كان متاثر ببعدها عنه وبيكون فاكر انها سافرت مع اخوها، بس بيفتح عينه وبيلاقيها جنبه وبيقول لها هو انتي خلاص هتسافري؟ فبتقول له حجزت التذاكر خلاص، ما عادش ليا
التانية نفسي اقعد في المدينة دي هنا، بس انت عارف ايه احسن حاجة؟ فبيقول لها ايه؟ فبتقول له احلى حاجة اني عرفت ناس جميلة زيكم وقضيت معاهم احلى 21 يوم في حياتي، ودلوقتي يلا سلام. وبتودعه وبتسيبه وتمشي، والواد كان في قمة السعادة. بس هل بكده يكون خلص الموضوع؟ ابدا والله. فالشرير الجديد كان شعر باستيقاظ قوة زيرو في هذا العالم وسيلقاه قريبا، وبيقول انا هوريك معايير القوة الحقيقية. انت هزمتني زمان بس المرة دي انا مختلف. يا نهار ابيض، دي شكلها ما تبشرش بالخير نهائي يا صديقي. ايه يا ترى اللي هيعمله المجرم ده؟ وهل فعلا يملك القوة لمقارعة البطل الاقوى زيرو؟ هو ده اللي هنعرفه في الموسم الثاني يا صديقي، واللي للاسف لحد دلوقتي ما نزلش عنه اي اخبار، بس تاكد انه لو نزل هنكون اول ناس نلخصه. واخيرا يا صديقي وصلنا لنهاية حلقتنا النهارده، وعاوز اقول لك ان اهم حاجة ما تخليش فيديوهاتنا تلهيك عن تأدية فروضك وواجباتك الدينية قبل الدنيوية، وندعو لاهل غزة بالنصر القريب وان ربنا يفرج همومهم. وما تنساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واراكم في لقاء اخر، ويلا سلام.